اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ كيكة لذيذة جدا جدا، من ألذ الكيكات اللي ممكن تعملوها، خفيفة وهشة زي القطن. قطن ايه والله، اخف من القطن كمان. يعني حاجة مش هتبطلي تعمليها بعد كده. هتجربيها مرة معايا ومش هتبطلي تعمليها، هتعمليها كل يوم تقريبا. كيكة كده يعني ايه، مش ما اقولكيش. شايفين الجمال؟ شايفين عاملة ازاي؟ هشة جدا جدا جدا، من اخف الكيكات فعلا اللي انا عملتها. كيكة البرتقال دي يا جماعة يعني هتقلب لك البيت كله، طعم وريحة وحاجة كده يعني ما اقولكيش. شايفين عاملة ازاي؟ وطرية جدا جدا، يعني هتمسكيها كده. شايفين انا لما بضغط عليها كده بترد تاني، معنى كده ان هي هشة جدا. شايفين عاملة ازاي؟ من كتر ما هي طرية وهشة، اول ما بتضغط عليها كده بتطلع تاني لفوق، ما بتنضغطش لتحت. هشة يا جماعة جدا والله بجد، يعني حاجة كده لذيذة بجد. شايفين من قلبها عامل ازاي؟ ولا لونها فظيع فظيع فظيع. هتجربيها معايا ومش هتبطلي تعمليها بعد كده. شايفين الجمال؟ انتي بتاكلي كده تحسي انك بتاكلي كيكه، يعني برتقان خالص، طعمها لذيذ جدا والله، ولا حاطه فيها اي اطعام ولا اي حاجه. ندخل على المقادير بقى ونشوف هنعملها ازاي. معايا 3 بيضات كبار، تمام كده. ومعايا كوبايه الا ربع زيت، 3/4 كوبايه زيت يعني. ومعايا كوباية ونص سكر، يعني انت هتحطي كوباية وربع سكر، انا بزود ربع كوباية سكر علشان انا بحب الكيكة مسكرة. يعني كوباية وربع سكر هتبقى مظبوطة جدا، واللي بيحب السكر خفيف شوية كمان يحط كوباية بس، يبقى كفاية قوي. دول معلقتين بشر برتقان، يعني البرتقان كده هنبشر ايه، برتقانتين كده هناخد القشر بتاعهم، بس ما نعملش القشر اللي بيبقى الابيض اللي جوه ده. 2 باكت من الفانيليا علشان خاطر زفرة البيت وبيدينا ريحة وطعم كويسة قوي للكيكة. رشة من الملح، تمام كده. وهنجيب معلقة كبيرة من الخل الأبيض العادي اللي احنا بنستعمله في البيت كده. وكوباية من عصير البرتقال. ما ننساش بس يا جماعة نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هناخد الخليط ده بقى ونروح على الخلاط. شايفين الجمال؟ انا ضربته في الخلاط كويس جدا لحد ما بقى رغوة زي ده بالظبط. وهنجيب ايه، 3 كوبايات دقيق، هنحط عليهم باكت بيكنج باودر. يا جماعة الكوباية اللي هنعاير بها المقادير كلها هي نفسها اللي هنعاير بها الدقيق، يعني الزيت والسكر والبرتقان وكله بمقادير واحدة، يعني بكوباية واحدة يعني. والدقيق ده كمان 3 كوبايات دقيق بنفس الكوباية، تمام كده. هنحط الخليط بتاعنا بقى على ايه، على الدقيق، وهنقلبه كويس جدا لحد ما يوصل بقى للقوام اللي هتشوفيه دلوقتي. هما 3 كوبايات دي يا جماعة بنفس المعيار اللي عايرت به الزيت والسكر وعصير البرتقال، تمام كده. هنقلبه كويس جدا، وتحت بقى في الطبق كده بيبقى لازق دقيق، لازم تقلبيه كويس من تحت لحد ما يوصل للقوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي. شايفة القوام بتاعه زي الكيكة العادية يعني، تمام كده. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا وندهنها دهنة زيت وإيه، ونصب الخليط بقى بتاعنا فيها. دهنة زيت سمنة براحتك، أنا دهنها زيت عادي يعني. هنقلب بقى الخليط بتاعنا كده. شايفين قوامه يا جماعة عامل ازاي؟ قوامه حلو جدا ومظبوط جدا جدا. يعني المكونات بتاعت الكيكة دي يا جماعة مظبوطة بالظبط، هتمشي على المقادير بتاعتي هتطلعها أحلى صينية كيكة. سويناها بقى كده وهنخبطها خبطتين على الرخامة كده علشان تطلع ايه الهواء اللي بيبقى فيها، عشان ما يبقاش فيها فراغات كتير. تمام كده يا حبيبي. هنسويها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني من غير ما نولع الشواية. شايفين الجمال؟ يعني هي وشها احمر كده من غير شواية من غير اي حاجة. هنقطعها بقى ونطلع ألذ وأطعم كيك ممكن تاكليه. والله أنا عمري ما عملت كيك هش جدا كده. أول مرة أجرب الكيكة بالبرتقال تطلع معايا باللذاذة والطعامة دي.
مقاديرها مظبوطة جدا وهشة جدا جدا. انتي لما تجربيها هتشوفي بقى هي عاملة ازاي، شكل وطعم وريحة وطعم يعني ما اقولكيش، مع كوباية شاي بقى بالليل كده ولا الصبح، حاجة كده عظمة بجد. شايفين الجمال يا جماعة؟ شايفين لونها وريحتها وطعمها لذيذ جدا بجد. جربوها ومش هتندموا. شايفين الجمال؟ وعيالك هيفرحوا بيها جدا، هيستطعموها كده، تحسي انك بتاكلي نايتي كده. طعمها لذيذ وشكلها وريحتها فظيعة بجد، هتقلب لك البيت كله بريحتها الجميلة دي. شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ ما ننساش بس نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصلكوا كل جديد. شايفين الجمال؟ شكلها جميل جدا جدا، جربيها ومش هتندمي، وبألف هنا وشفا للي يجربها.